السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج العقرب حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا قناة أم أحمد ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى ولادي واخواتي الموجودين في القناة حطوا اللايك وشير الفيديو، وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. طبعا حبايبي لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، إنه لا يعلم الغيب إلا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في عندكم شخص مخبي كده كذبه وملاوع وبيكذب. عندكم في نقلة لبيت جديد، دي هتكون عتبة الخير، السعد، الفرحة والرزق. كل خطوة دي هتكون فيها الخير في المكان ده، لأن ربنا هو اللي هيعوض، وبعد الصبر ده جبر. الفترة اللي فاتت كنت انت تعبان، كانت امورك عندك دي عملية، كانت الدنيا مش مظبوطة. ربنا هيعوض الفترة الجاية، تفاءلوا بالخير تجدوه، وهتلاقي الفرحة قدامك. انت عملت كتير وعديت كتير، لكن ما تمرش في حد، ما تمرش فيهم اي حاجة من اللي انت عملتها. عملت اكنك ما عملتش، عملت معاهم مع اكنك ما عملتش، بذلت مجهود صحيا وجسمانيا ونفسيا وكمان ماديا، كنت بتدي اللي في ايديك. دلوقتي انت بتقول خلاص، يا ريت ما كنت عملش كلمة، يا ريت ما ترجعش حاجة، كله باسم رب العالمين. انت استجدعت لان انت اتربيت على الاصولة، الاصل الطيب، وهما بيطلعوا عن بيعبروا عن اصلهم. انت ربنا هيرضيك زي ما انت رضيت، وهيوقف جنبك الخير. ولاد الحلال هيكونوا حواليك ويفرحوك، وهيبعد عنكم الناس اللي كلها غل، شر، اللي فيها النفس مريضة. انت هيبعد عنك الناس الحقودة، لان ربنا هو اللي هيبعد عنك الناس دي وهيقف جنبك، لان الفرحة جاية بإذن رب العالمين. بإذن مين؟ رب العالمين. لان انتوا عندكم في طريق حلو جدا مفتوح، في كذا حاجة هتتم لكم الفترة الجاية بإذن رب العالمين. عندكم في واحدة خارجة من حياتكم، لا إله إلا محمد رسول الله، لا حول ولا قوة. انتوا بكيتوا الفترة اللي فاتت كتير قوي، كنتوا حاسين بالوحدة، وكنتوا دايما سرحانين، حاسين ان انتوا تايهين، حاسين مش عارفين تخطوا او تعدوا المحنة اللي انتوا فيها. الفترة دي كنتوا محتاجين اللي يحس بيكوا، بس ما لقيتوش للأسف اللي يحس بيك، ما لقيتش اللي يطبطب عليك ويديك العطاء ويديك الحنية اللي نفسك فيها. انتوا تعبانين مع الشريك، مع الحبيب، بس انت عندكوا في نجاح وتسويات في بعض الامور. انت عندك حب الامتلاك، وكمان عندك في كبرياء، وساعات كتير بيكون عندك في الغرور، وعصبي جدا. العصبية دي ممكن تخسرك حاجات كتير في شغلك او في بيتك. العصبية دي مش هتفيدك بحاجة، بالعكس دي هتتعبك انت. عندك في شمعة منورة، لا إله إلا الله، إن شاء الله أمورك هتكون مقضية بإذن رب العالمين. كمان انت عندكوا في نقلة من مكان لمكان، عندكوا انتقالة حلوة، وكمان عندكوا في لقاء عاطفي. بس عندكوا في بعد المعاكسات، ساعات بتتكلم بدون وعي، ساعات بتتكلم وانت واخد بالك أو مش عامل كنترول على نفسك، بترغي كتير، وساعات بتألم الناس اللي قدامك وتوجعها. العلاقة ما بينك وبين الشريك فيها التهديد. كمان انت عندك عين، حسد، كل حاجة فيك بتتعبك، بس ان شاء الله انت هتوصل اللي انت فيه، لان الايام الجاية هيكون عندك في انفراجة حلوة، انفراجة حلوة ليك. بس لسه تعبان. انت عندك واحدة ست مؤذية ماشية وراك، وعينيها عليك وعينيها على خيرك. الست دي عايزة تعمل معاك حاجات كتيرة. في عندك اتنين وراك، دايما وراك،
دول ستات والله اعلى واعلم، حما وبنتها، او سلفة واختها، او اتنين ستات ماشيين وراكوا، عايزين يأذوكوا، عايزين يخربوا البيت. والله اعلى واعلم. في ناس كتير حاولت توقع بينك وبين شريكك، بس معرفوش. ايوه، هو حصل بينكم مشاكل ومعرفوش وقعوا، بس حصلت مشاكل. كل ما بتحاول تاخد خطوة قدام بتوقف وترجع لورا، مش عارف تخش لقدام، مش عارف تتحرك لقدام. انت طيب جدا وحنين قوي، واللي في جيبك مش ليك وخيرك مش ليك، ودايما بتساعد اللي حواليك حتى لو معكش فلوس. ما بتقدرش تقول لحد لا، بس ان شاء الله ربنا هيكبر بخاطرك الفترة الجاية. انت كمان، انت اديت ظهرك لكل الناس اللي موجودة حواليك. انت اكتشفت بعض الناس اللي كانت موجودة في حياتك. لا اله الا الله. في ناس عايزة تشمت فيك. انت مازلت تعبان، تعبان وعمال تعافر على رزقك، عمال تروح يمين وشمال عشان تعرف تجيب رزقك وكمان تجيب قوتك. ساعات الدنيا بتكون واقفة معاك، كمان انت مش مرتاح في بيتك، ما انت مش عارف ترتاح جوه ولا بره، بس انت حاسس ان انت مخنوق، حاسس بكتمة، حاسس ان انت نفس مش قادر تاخد نفسك، حاسس ان في جواك حاجة اتكسرت، اتصدمت في القريب والغريب. انت حياتك بتعامل زي ما تكون في دوامة، اللي بتبات فيه بتسبح فيه. عندك حاجات كتيرة انت مش عارف تعملها ولا عارف تتصرف فيها ازاي. انت الناس اللي حواليكوا غيرانين منكوا، لان انتوا يعني ان كنت ست ب100 راجل والراجل ب1,000,000 راجل، انتوا حصل عندكوا مشاكل كتيرة، مشاكل كتيرة قوي. والغريبة منكوا اتجوزتوا مرة واتنين وبرضو تعبانين في حياتكوا، مش لاقيين الراحة، لان القريبين منكوا دايما العين عليكوا ودايما بيحسدوكوا، عشان كده مش حاسين بالاستقرار. انتوا في مكانة حلوة، كمان في منصب حلو، بس دايما بتوقعوا نفسكوا في مشاكل. في كمان منكوا عمل عملية، عملية تجميل. في ناس منكوا اهتمت بنفسها وشكلها. لا اله الا الله محمد رسول الله. انتوا مهتمين بنفسكم قوي، عايزين تعملوا تغيير جذري في حياتكم. شفتوا كتير شو عايزين تعملوا حياة جديدة، لوك جديد، بس انتوا اتطعنتوا كتير واتغدرتوا كتير قوي قوي. كمان انتوا في ناس منكوا اتخذت منكم الاطفال، اتخذت منكم عيالكم تعبانين. انتوا خسرتوا ناس كتيرة كنتوا بتحبوها، انتوا مهقرين تعبانين، بس ان شاء الله في حاجة هترضيكوا. بلاش الحيرة، لان انتوا محتارين في حاجة. بلاش تحتاروا في حاجة، لان انتوا عندكوا في نقلة الايام الجاية دي باذن رب العالمين. كمان عندكوا حد بيراقبكم من بعيد لبعيد، عايز يوقعكم. في حد كمان عايز يزحزحكم من مكانكم، عايز يشيلكم من المكان اللي انتوا فيه. فلازم تركزوا، تخلي بالكم، خلي بالكم من طرف تالت عايز يخرب البيت وعايز يبوظ الحياة. لا 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 انت رسول الله. انتوا ما بقتوش عندكم ثقة في حد، شاكين في كل الناس. كمان في ناس بتضحك في وشكوا وفي من وراكوا بتغشكم. في منكم حصل انفصال، وكمان في حصل منكم رجوع، وفي ناس حصل بينها انفصال وقلتوا خلاص كده تمام. في ناس منكم
ناس ندمتك وكسرت قلبكم، حسيتوا ان انتوا مكسورين من الكلام اللي اتقال عليكم، قلبكم وجعكم، بس بدأتوا تقفوا على رجليكم. عندكم نصر على العدو. كمان عندكم في شخص ده هيكون موجود في حياتكم، ده هيكون في حياتكم ان شاء الله. كمان عندكم في امر مجدي بإذن رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندكم فرحة حلوة، عندكم في توقيع، هتوقعوا على عقد شراكة، زواج، انتقالة حلوة. كمان عندكم في سفر وأخبار حلوة، بس خلي بالكم في مؤامرة بتتعمل عليكم من نساء ورجال، عايزين يورطوكوا، عايزين يوقعوكوا، مش عايزينكوا تقفوا على رجلكم من تاني. في ناس منكم بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص جه عليا وظلمني، وفعلا كل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومفتري. انتوا عندكم نصرة حلوة. كمان عندكم وراكوا غراب، ده بينقر وراكوا وبيدعبس وراكوا، عايز يعرف خباياكوا ايه. انت كريم، اللي في ايديك مش ليك، دايما بتعمل خير وبتسعى ورا الخير. انت ما بتقولش لحد لا على اي شيء، بس انت مش لاقي حظك مع اي حد. بس انت هيكون عندك في خير جايلك. بلاش تبقى في زعل، بلاش القهر، لان انت عندك في كلام بيتقال عليك، فخلي بالك من الشريك، خلي بالك منه، خلي من اهل بيتك. مش عايزاكوا تخسروا حاجة اكتر من كده. لا اله الا رسول الله. في عندكوا حد غايب طال انتظاره، ان شاء الله هيكون في اتصال، في فرحة من حد بعيد عنكم. بلاش الندم، لان انتوا ندمانين. كمان انتوا خسرتوا كل شيء بسبب العصبية. عندكم في نقلة حلوة، لا ان شاء الله. انا مش عايزاكوا تشيلوا الهم، بلاش التفكير، لان انتوا عندكم في صداع كتير، عندكم في صداع، شايلين حمل هم، شايلين حمل كل شيء وهم كل شيء، وانتوا تعبانين، تعبانين ونفسكوا يعني ترتاحوا، وملكوش نفس تعملوا حاجة. قولوا يا رب، وان شاء الله ربنا هيكرمكم. كمان في ناس منكم موجودة في حياتكم بتغشكم، في ناس بتغشك. انت حاسس دايما ان انت عايش في دوامة، حاول تخرج من اللي انت فيه، لان انتوا عندكم في انفراج الفترة الجاية دي بإذن رب العالمين. بلاش القلق، لان انتوا عندكم في كارما، لان الفلوس اللي بتخشلكوا بتتبخر، مش حاسين بيها، مش عارفين تعملوا بيها ايه، تعملوا مصلحة. الحمل كتير، الحمل زاد، المصاريف بقت كتيرة، اللي بيداخل اكتر من الخارج، مش عارفين تعملوا ايه. بس في منكم بتاكلوا، بتلبسوا، وتخرجوا، وبتروحوا وبتيجوا، وكمان بتجاملوا الناس في حاجات كتيرة، بس من جواكم مش حاسين بالفرحة، حاسين بالحزن، حاسين حاجة ناقصاكوا. انتوا العين عليكوا محسودين، وكمان في منكم معمول له عمل، معمول سحر من واحدة ست. الست دي ست قصيرة، يعني قصيرة كده مليانة. الست دي مش كويسة، الست دي هتتوقف حياتك. في برج الأسد والثور والعذراء والحمل، وكمان دلو وسرطان وجدي، دول موجودين معاكم. انت في عندكم بنت حلوة طويلة، جسمها حلو، دي داخلة حياتكم، بس انتوا رايحين وحابين بوجودها معاكم، فخلي بالك، خلي بالكوا وركزوا. هي مش جواها حب ولا حاجة، هي عايزة تستغله بس. خلي بالكوا وركزوا. كمان في حد منكم مستني الحمل، ان شاء الله هيحصل لكم الفترة الجاية وبإذن رب العالمين.
انتوا هيكون عندكوا حاجة حلوة داخلة بيتكم بإذن رب العالمين. انتوا عندكوا الأطفال عندكوا محسودين، بس انت ندمان على حاجة انت عملتها. انت عايز تاخد قرار، وقرار مهم في حياتك، وخايف. انتوا داخلين في علاقة ثلاثية، او بالفعل دخلت فيها، والعلاقة دي بوظت عليك حياتك، عملت لك مشاكل كتيرة، لخبطت تفكير، خلتكوا في دوامة. انت تعبان، رجلك تعباك، جوانتك مجعاك، عندك صداع، مخنوق. كل ما تروح في حتة ما تحسش ان انت مرتاح، بتحس ان انت مش مبسوط. كمان انت عندك في دين، شايل حمل الدين وسداد الدين اللي جاي بروح. في منكم استلفت فلوس مرفتشت، في ناس باعت دهب، في ناس باعت حاجة غالية، في باعت الغالي رخيص عشان هي محتاجة وعايزة. ان شاء الله هيكون عندكم في انفراجة، في حد هيقف جنبك وهيساعدك، وانت ما تتوقعهوش. انت عليك المسؤولية كتيرة، وشايل هم وشايل حمل، شايل احمال فوق كتابك. ده انت جبل ما يهزكش ريح. كمان انت عندك في التزامات كتيرة. انتوا في منكم حصل عندكم حالة وفاة، او عندكم حد تعبان وانتوا خايفين عليه. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. انت بقى عندك لا مبالاة من كتر بيحصل لك في حياتك. حصل عندك كارما من الناس اللي ظلمتك، عن الناس اللي ظلمتك وجت عليك، ان انت سمعت وشفت لا اله الا الله محمد رسول الله، ان ربنا لا بالمرصاد، لان ربنا ما بيسيبش حق حد، لان هو الحق. انت عندك فيه نصرة بإذن الله. لو حد منكم داخل محكمة وعنده قضية هيكسبها بإذن الله. كمان انت معتمد على حاجة، ودي بتدخلك رزق، والدنيا معاك ما بقتش زي الأول. حاسس ان الدنيا واقفة معاك، حاسس ان انت ما بقتش زي الأول. الأول كنت بتصرف كتير، وكنت بتصرف كده ببذخ، لكن الأيام دي على قد ما بتقدر بتحاول تمسك ايديك ومش عارف تعمل ايه. انا عايزاكوا دوما قاعدين تسمعوا صوت البقرة، وحاولوا ترددوا الكلام بتاعها على ازازة مية، واظبوا عليها واشربوها على مدار اليوم. وكمان تواظبوا على الصلاة دايما. انت عندك حد بيراقبك، بيجسس عليك، حد بيتابعك، عايز يعرف اخبارك. على قد ما تقدر ما تتكلمش عن اسرار بيتك، وما تقولش اي حاجة لحد. في ناس عايزة توقعك، واحذر وخلي بالك. انت كمان بتراقب ناس، مش عايزاك تراقب حد. ريح دماغك، اللي بيحبك هو اللي هيجيلك. ليه وجع قلبك؟ الفترة الجاية دي بإذن الله في حاجة حلوة هتحصل لك. كمان هتكون واثق في نفسك اكتر من الاول. الفترة الجاية دي الطاقة بتاعتك هتكون حلوة، هتكون طاقة ايجابية. وكمان في ناس بتصارع عشان توصل للهدف. سارع واوصل للهدف عشان توصل. بلاش يكون عندك السلبية. لو وقعت قوم وقف، وكرر المحاولة مرة واتنين، وان شاء الله هتوصل لهدفك. ابعد عن الناس السامة الموجودة في حياتك. كمان عايزاكوا تكون عندكوا حذر. احذروا من التهور، احذروا من التهور والاندفاع في اي حاجة انتوا بتعملوها. مش عايزاكوا تاخدوا اي قرار غير ما يكون القرار ده محسوم. في حاجات كتير حلوة هتحصل لكم الفترة الجاية، بس مش عايزاكوا تكونوا يعني يكون عندكم في غرور. من تواضع لله رفعه. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا حول. يعني يا ولاد ان شاء الله هيكون عندكم في خير. انت حياتك هتكون مثمرة، في حياتك هتكون حلوة. الفترة الجاية دي ربنا يهديك ويرضيك، مشيلش هم، لان انت عندك خير ورزق داخلك.
الفترة الجاية دي هتكون فيها طاقة إيجابية. انت هتقعد ملك وهتكون متوج، وكل حاجة راحت منك هترجع لك، وكل حد قال عليك كلمة حقك هيجي وحقك هيكون مردود، لان انت عندك فيه نصرة، ليك نصر على الاعداء باذن رب العالمين. ربنا هيفرحك لان انت هيكون عندك حاجات حلوة في حياتك، حاجات كنت قاعد